كانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أخرجت صدقة قالت انتظر، وتدخل تطيبها وتحط عليها الطيب. فسئلت لماذا؟ الصدقة هياخدها الفقير ويمشي، الصدقة هياخدها ولا هيشم ريحتها ولا يهمه ريحتها من الأساس، فلماذا تطيبها؟ قالت إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد، فأحب أن أطيبها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حين تعلم ذلك تتحفز للمزيد من العمل، تتقن العمل الذي تؤديه. فإن كنت في صلاتك خشعت وازددت خشوعا، وإن كنت في تلاوتك التفت إلى ما تقرأ وتدبرت وازددت تدبرا. هذه فائدة حين تتعامل مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في الإطارين: إطار الخوف من أن يراك على معصية فيغضب عليك، وإطار الرجاء في أن يقبل منك فتزداد من العمل ويزداد تحفزك ويزداد إتقانك، فيكون ربما بعمل واحد يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك.